بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النادي الاهلي بيفوز على يانج افريكانز وبيتصدر المجموعة. وتعليق غير متوقع من خالد غندور بعد فوز الاهلي على يانج افريكانز. حقق النادي الاهلي فوزا ثمينا بهدف دون رد على نظيره يانج افريكانز التنزاني في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وبكده يكون النادي الاهلي في صداره مجموعته برصيد 12 نقطه، بينما حل يانج افريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ليصعد الفريقين الى دور الثمانيه عن المجموعه الرابعه. طبعا متعودين احنا بعد كل مباراه للنادي الاهلي خالد غندور بيعلق على نتائج الاهلي اكتر من بيعلق على نتائج الزمالك. فالاعلام الكبير بقى خالد الغندور نجم الزمالك السابق والنجم التاريخي او الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، كتب عبر حسابه على الفيسبوك بعد انتهاء مباراة النادي الاهلي، بعد فوز النادي الاهلي وهزيمة يانج افريكانز التنزاني بهدف نظيف لينهي دوري المجموعات منفردا بالصدارة. خالد غندور عبر حسابه على الفيسبوك وبعد انتهاء المباراة كتب ان الاهلي يهزم يانج افريكانز التنزاني بهدف نظيف لينهي دوري المجموعات منفردا بصدارة. ايه رأيكم؟ خالد غندور بيسأل رأيكم ايه؟ خالد غندور بيسأل الجمهور ايه رأيكم بعد فوز النادي الاهلي على يانج افريكانز؟ المفروض ان هو اللي بيعلق وهو اللي يقول لنا ايه رأيه، لكن هو بيسأل الجمهور ايه رأيكم. في نفس الوقت الجملة المعتادة بتاعت خالد غندور: من هو نجم مباراة اليوم بين الأهلي ويانج أفريكانز؟ أنا بقى حابب أرد على خالد غندور وحابب يعني أبعت له رسالة. أنا بقول له بقى بعد النادي الأهلي ما فاز النهاردة أنت إيه رأيك؟ وبعد النادي الأهلي ما في صعود في صعود في صعود، بداية من شباب بلوزداد التعادل وقلنا مش مشكله كده كويس، اهم حاجه النادي الاهلي ما يخسرش، وبعد كده الفوز خارج ديار على مدياما، وبعد كده الفوز بخماسيه على مدينه المحله، والفوز النهارده على ينج افريكانز، وكده مستعد ومرتاح و10/10 ورايح ان شاء الله السعوديه عشان يلعب يوم 8. بينما الزمالك هيلعب تقريبا يوم الاحد اخر مباراه له في الكونفدراليه، وشفنا ان نادي الزمالك مش في احسن حالاته. يعني شفنا المباراة الأخيرة الزمالك فاز بالعافية على الداخلية 1-0، وأجمل ما في المباراة هو الهدف. وده بيبشر إن الزمالك لسه ما وصلش لأعلى حاجة، ولسه اللعيبة ما انسجمتش مع بعضها. والمباراة دي وضحت إن شيكابالا مهم من نادي الزمالك. والنادي الزمالك هيلعب يوم الاحد المباراة قبل ما يروح يلعب مع النادي الاهلي، اي ان النادي الاهلي مستعد نفسيا وبدنيا وكل شيء، ومرتاح كمان بدني قبل ما يروح يلعب الزمالك. فانا بقول له يا كابتن خالد ايه انت بقى ايه رأيك وتوقعاتك لمباراة النادي الاهلي والزمالك؟ من هو هيكون بطل السوبر المصري يا كابتن خالد؟ احنا بقى اللي عايزين ايه رأيك، مش انت اللي عايز رأينا، احنا اللي عايزين رأيك يا كابتن خالد. وحضر بقى ايه زي ما فاكر الجملة الشهيرة بتاعت حضرتك اللي انت كنت بتقول فيها: بحلم بيك انا بحلم بيك ويوم السوبر انا مستنيك. احنا بقى اللي بحلم بيك انا بحلم بيك ويوم السوبر مستنيينك في السعودية عند تركي آل الشيخ وعند موسم الرياض، عشان يكون موسم جيد جدا وجميل جدا للنادي الأهلي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.